مع مروة عزام. أهلا بيكم ويا رب تكونوا بألف خير. في جملة حلوة قوي بتقول: ينباع العمر ويهون التعب وتتجاب الدنيا على طبق من ذهب لأجل عيون الحنية وناسها. وتقريبا ده أصدق كلام ممكن يتقال على الحنية، لأنها من غير مبالغة ألطف شعور إنساني على الإطلاق. ومفيش حاجة في الدنيا قادرة تميز شخص عن غيره وتخلي اللي قدامك يشيلك جوه عينيه قد الحنية. الحنية اللي في قلبه. الحنين هو بس اللي تبيع عمرك كله وتشتريه ويهون تعبك قصاد وجوده في حياتك. أنا بعد ما سمعت الكلام ده حسيت حقيقي قيمة الشخص الحنين اللي ممكن يكون في حياتك. مش بالضروري يكون زوج، مش بالضروري يكون صديق. المهم ان البني آدم ما يقدرش يعيش من غير حد يكون داعم ليه وحنين عليه، واخد باله منه، بيهون عليه الصعب. طبيعي ممكن ما يكونش واحدة ليها رزق في جوزها بس تقولك أنا عندي صاحبة بالدنيا وما فيها، او عندي اخت مفيش منها اتنين، او عندي ربنا يبارك لي في عمرها طول ما هي موجودة. انا مش عايزة حاجة من الدنيا. الدنيا بتبقى قاسية قوي لو فقدنا فيها الاشخاص الحنينين، الاشخاص اللي جواهم رحمة وطيبة. عشان كده النهاردة جايلي مشكلة خلتني احس ان بجد أبشع ما يكون في الوجود إنك تفتقد حد أو تتعشم في حد أو تصدق حد وتبقى حاطط فيه كل أمالك وفاكر إن هو دليلك في الدنيا وإنه حنية الدنيا كلها فيه ويكون بيخدعك. زي النهاردة اللي بعت تقولي أنا اترفدت من شغلي بسبب إن قلت على المدير إنه قرع وبكرش، وقلت كلام كتير جدا وما كنتش اتخيل ابدا ان الكلام ده يوصل للمدير. ومش بس كده، انا كنت متجوزة وكنت بحب جوزي وجوزي كان بيتمنى لي الرضا ارضى، كان عايز يجيب لي نجمة من السماء، ما كانش بيستخسر فيا اي حاجة. كنت طول الوقت حاسة ان انا نجمة في الدنيا دي، مفيش حاجة بتمناها الا لما بيجيبها لي. المهم ان كان ليا واحده صاحبتي دي كنت بحبها جدا وهي كمان كانت بتحبني جدا. انا متجوزه من 5 سنين ومعايا ولدين. جوزي زي ما قلت لكم بيحبني لدرجه انه ممكن اي حاجه اطلبها بيجيبها، لكن هي كانت دايما تقول لي ايه لازمه الراجل اللي لو مراته ما طلبتش منه ما يجيبلهاش اللي هي عايزاه. كانت دايما بتحسسني ان هو مقصر، ولما كنت افرح بحاجه جايبها لي كانت تقول لي يا بت اعرفي قيمه نفسك، اوعي تبيني كده انك عبيطه وهبله وتفرحي قوي وتبقي مجنونه وطايره من الفرحه بالكام حاجه اللي جابها لك. اقول لها ليه؟ ما هو كويس معايا وبيعاملني بما يرضي الله. تقول لي لا، اسمعي كلامي، لازم تبيني له انه مقصر. طول ما هتبيني له انه مقصر هيجيب لك اكتر واكتر. وانا كنت بنفذ كلامها من غير تفكير. كنت بحس انها عندها خبرة عني، وكان بيني وبينها 2 3 سنين، فكنت بحس ان ممكن فرق ال2 3 سنين دول يكونوا مخلينها بتفهم عني. كنت بحكي لها كل حاجة بتحصل في حياتي، كل حاجة وأي حاجة. لما كانت تحصل مشكلة بيني وبين حماتي كنت اشتكي لها وعيط في حضنها واقول لها ده حصل كذا وكذا وجوزي دايما يقول لي الكلام ده وحتى ما نصفنيش وما فكرش ان هو ينصفني قدام حماتي. وكانت هي تقعد تقول لي الناس دي مش عارفه قيمتك، الناس دي مش مقدره مين هم اتجوزوا مين، انت حماتك دي الست الحربوقه دي لازم يبقى ليكي موقف معاها، لو كلمتك كلمه وحشه ردها لها 10. اقول لها لا، انا ما اقدرش، دي ست قويه جدا وجبروته ومستبده وما اقدرش اعمل معاها كده. كنت تقولي يبقى هتفضلي عبيطه وخايبه وهيفضلوا يعملوا فيكي اللي هم عايزينه. كانت تيجي تلبس من لبسي
وتاخد من حجابي وتقعد معايا براحتها كأنها قاعدة في بيتها، وتقلع الحجاب طول ما هي قاعدة معايا في البيت. مش عايزة أقولك إنها كانت بتتكلم معايا في كل تفاصيل حياتي، حتى الأمور الشخصية اللي بيني وبين جوزي. مفيش مرة أحكي لها عنها إلا وتقولي عايزك تكوني خدامة ليه ولعياله، ومش عايزك يبقى ليكي كارير ولا كيان. خلتني اطلب منه ان انا انزل اشتغل، رغم ان ما كانش الموضوع بيجي في دماغي، لكن فعلا قلت له انا عايز اشتغل، وبقيت ماسكه في حوار الشغل ده بايدي واسناني. وافق ونزلت اشتغلت، واول ما نزلت اشتغلت بقيت محبوبه جدا في الشركه، وكل زمايلي بيحبوني، وقدرت اثبت نفسي، وبقى صاحب الشغل كمان مبسوط مني جدا، وكان دايما بيدعمني، وكان دايما بيقدم لي هدايا، وكان دايما بيتصرف لي مكافآت. وفجأة كده اترفدت لاني قلت على المدير في مرة انه اقرع هو بكرش ومش لاقي عليه المنصب اللي هو فيه. معرفش مين وصله الكلام، كنت زعلانة، بس رجعت وقلت احسن، انا ماليش في التعب، اصل انا بحب اقعد في بيتي وانتخ، وكل طلباتي بتجيلي لحد عندي. وما سألتش لان انا ما كانش هاممني اني اترفضت ولا لا، لحد ما في يوم كنت بتخانق مع حماتي واتصلت بيها احكي لها. قالت لي ولا يهمك منها، لو شتمتك اشتميها، هي مش احسن منك. قلت لها قلت لك قبل كده دي قلية صعبة وانا ما اقدرش عليها. قالت لي بقول لك لو شتمتك اشتميها ولا يهمك. ولحد دلوقتي ما كنتش اتخيل ابدا ان الكلام اللي بيدور بيني وبينها بتكون فاتحه الموبايل وبتسجله. اتاريها كانت بتسجل كل صغيره وكبيره، اتاريها هي اللي كانت العقربه اللي بتلدع وبتجري وانا معرفش. كانت طول الوقت بتخليني يتحرق دمي قوي، وكانت طول الوقت بتشحنني تجاههم وتقولي ما ينفعش تسكتي، جوزك ده اساسا دلدله وابن امه، وما ينفعش ان انتوا تسكتي له. وتقول الكلمتين وتفتح تسجيل الموبايل وتسجل كل حاجة. وانا كنت بفضفض بزيادة قوي، كنت بتكلم عن حماتي وبشاعتها، بتكلم عن جوزي اللي مش مخليني عايزة حاجة، لكن هي قدرت تخلي او يتسرسب جوايا احساس ان هو ما بيعملش اي حاجة. كنت دايما بقول لها يا ريتني ما اتجوزته، رغم اني كنت بتمنى ان اتجوزه. كنت دايما بقول لها قد ايه حماتي ست صعبة، وقد ايه اهلي وحتى امي وابويا انا كنت بتمنى ان اخلص منهم. وكنت بتكلم بعفوية في كل حاجة بتحصل في حياتي، وما كنتش اتخيل ان الهانم بتسجل كل كبيرة وصغيرة. وأتريها هي اللي بعتت التسجيل للمدير وقالت له ان في موظفة عندك بتغلط فيك وهتخلي هيبتك تنهار قدام كل الموظفين، وبعتت له صوتي. وهو اول ما سمع صوتي وضحك وهزاري قرر يرفدني من دون اي مقدمات. يمكن انا عشان مش باقي على الشغل ما فكرتش وما همنيش، فما دورتش مين اللي عمل كده. الغريب ان كان كل ما اقول كلام لحماتي الاقيها بتقولي بالنص اللي انا قلته، واستغرب واقول هي الست دي بتعرف الكلام ده منين، واقول عادي هي اكيد توقع. لحد ما في يوم لقيت جوزي دخل عليا وشكله غريب، كانت عينه بتطق شرار، ولقيته راح ضربني بالقلم ورايم على اليمين. قال لي الست اللي تعب في جوزها واهله تبقى ملهاش مكان في بيتي. ولقيت حماتي وبنتها داخلين وبيقولوا تستاهلي، اللي زيك ملوش واحد زي جوزك، اللي زيك ما ينفعش يعيش عيشه زي اللي عايشها، خساره فيكي، ده بكره هيتجوز واحده برقبتك، لكن انتي ما تستاهليش تكوني هنا لانك ما تربيتيش، لانك ما تعرفيش يعني ايه اصول وما تعرفيش يعني ايه بيت، لانك ما تستاهليش ولا صنتي العيش والملح اللي بينا. ما بقتش فاهمه ولا عارفه ايه اللي بيحصل. لقيتهم
بيسمعوني صوتي وانا بقول كل اللي كان في قلبي وبقول كل حاجة. ولقيت جوزي قال لي لم هدومك وخدي عيالك وامشي. قلت اكيد وقت غضب وشوية وهيرجع، لكن للأسف عدى شهر واتنين وتلاتة ومرجعش. انا مش قادرة الومه ومش قادرة اغلطه. فضلت افكر كده مع نفسي وقلت الكلام ده عرفوه منين؟ الكلام ده بالنص كان بيتقال معاها، صوتي ده ما اتقالش، او الكلام ده ما دارش غير بيني وبينها. كنت ساعات بتكلم مع امي وساعات بتكلم مع اختي وبفضفض برضو، بس بالطريقة دي والاسلوب ده مفيش غيرها هي بس. وساعتها كلمتها قلت لها ان انا عايزه اشوفها واني غضبانه عند بيت اهلي. لقيتها مش عايزه تيجي، كل ما اطلبها مش عايزه تيجي، كل ما اقول لها تعالي انا محتاجه لك ما بتجيش. وهنا ابتدى الشك يبقى يقين، وعرفت ان هي اللي عامله فيا كل ده. رحت لها بيتها، لقيتها بتقول لي، قابلتها تحت البيت لقيتها بتقول لي ايه اللي جايبك وما قلتليش ليه انك جايه؟ قلت لها انا عايزه افهم انت ليه كنت بتنقلي كل اللي بيني وبينك لحماتي والجوزي والاخت جوزي والمديري في الشغل؟ استفدتي ايه؟ قالت لي استفدت ان اقولك ان انت مش قد النعمه اللي انت كنت فيها. قلت لها وانت كنت بتدخلي بيتي وبتحقدي عليا وعلى جوزي؟ كنت بتدخلي بيتي وانت كرهالي الخير؟ قالت لي بالعكس، انا كنت بصلح حاجات كتير كانت غلط، بصلح اوضاع ما كانتش ينفع انها تكمل. جوزك احسن منك وكان لازم انه يبعد عنك، لان انت طول الوقت كنت بتشتكي منه. هو انت زعلانه ليه دلوقتي؟ ساعتها حسيت ان انا مش قادره اتمالك اعصابي. قلت لها تعالي نطلع عندك البيت نكمل كلامنا. رفضت وقالت لي مش هتطلعي بيتي. وهنا بقى كانت القصة التي قسمت ظهر البعير. جبتها من شعرها في الشارع، وكانت خناقة بجد بجد، يعني ستات شوارع في الشارع. والناس اتلمت وابتدوا يسلكوا بينا، وابتدت تقولي لو ما بعدتيش عن حياتي انا هبهدلك حياتك اكتر من كده، لان انت ما تستاهليش اي نعمة من اللي كانت عندك. واكتشفت متأخر قوي انها ما كانتش صاحبة ولا صديقة ولا تؤتمن. طبعا ناس كتير جدا 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 اتخدعت في اصدقائها، ناس كتير جدا جدا يمكن امنت ناس كتير على اسرارها وعلى حياتها وعلى تفاصيلها، وفي الاخر طلعوا فنكوش، ما طلعوش هم اللي يتأمنوا. النهارده القصة دي او التجربة اللي انا حكيتها لكم دي هي مش جديدة، ويمكن المشكلة دي عندي بقالها فترة، لكن حبيت النهاردة احكيها لكم لان بجد اصعب احساس وابشع احساس في الوجود هو احساس الخيانة والغدر. لما تتخدع ويتغدر بيك من اكتر بني ادم كنت متعشم فيه، وكنت فاكر ان هو الحنية والسند والدعم، كنت فاكر ان الطبطبة بتيجي منه ففاتح له قلبك ومشاعرك. متهيألي ابشع حاجة وصلنا لها دلوقتي بسبب التكنولوجيا هو ان حد بيخدعك ويصورك وانت مش واخد بالك، حد بيخدعك ويسجلك وانت مش واخد بالك. كانت حتى زمان الخيانة بتقتصر على نقل الكلام، انا سمعت فبروح انقل، ممكن ازود شوية او انقص شوية. لكن دلوقتي الموضوع تطور وبقت الخيانة بالصوت والصورة. بقت لما عايز اثبت خيانتك بسجلك او بصورك وانت مش واخده بالك، واسيبك تندمجي في الحديث قوي وتطلعي كل اللي جواكي، عشان لما اروح اقول عليكي الكلام ده يبقى معايا دليل ومعايا اثبات على خيانتك. وبنسى ان من امنك لن تخونه ولو كنت خاين. طبعا البنت دي هي مش بتصل غير او مش ما حكتش قصتها غير عشان توضح وتقول لكل الناس اوعى تآمن اي حد، ولا تفتكر ان في حد ينفع انك تثق فيه، وان حتى لو عندك مشاعر ضد حد لا اما تبعد عنه
يا اما تكتمها جواك وما تفضفضش قوي بكلام ينفع يتقال او ما ينفعش يتقال. وانا دايما بقول لكم مهما كان علاقتك بصديقتك ما ينفعش تحكي لها علاقتك الشخصية والخاصة بزوجك، ما ينفعش تحكي لها ادق التفاصيل، لان ده هتك ستر. ما ينفعش عشان انا بحب صاحبتي اروح اقول لها جوزي بيعمل معايا كذا ومقصر معايا في كذا وبيجيب لي كذا وبيعمل كذا عشان يبقى كويس في. ما ينفعش، مش اصول ومش دين ومش اخلاق. في حاجات ينفع تقال وفي حاجات ما ينفعش تتقال. غير بقى الستات اللي بتقعد قوي تظهر مميزات جوزها، ده انا جوزي جاب لي، جوزي عمل لي، جوزي هيطير بيا. اللي انت بتقوليه ده حتى الدين رفضه. ليه رفضه؟ لان انت ممكن تكوني بتحكي بعفوية وبحسن نية، لكن تكوني بتحكي لواحدة جوزها مقصر معاها، جوزها ما بيدهاش نفس المشاعر او مش قادر يعيشها نفس العيشة، فانت بتحكي بطريقة وهي محرومة من الحاجات دي كلها، فده بيولد عندها كره او ضغينة او مقارنة. حتى لو هي بتحبك هتبتدي تقارن. طب ليه؟ اشمعنى انا؟ طب هي احسن مني في ايه؟ ليه بيجيب لها وما بيجيبليش؟ رغم انها ممكن تكون كانت راضية 1,000,000% عن عيشتها، بس تيجي انتي تخليها تنقم عن العيشة دي وما تبقاش حباها. فاحنا هنا متفقين ان كلنا هناخد بالنا قوي ايه يتقال وايه ما يتقالش. مهما كانت علاقتي بصديقتي ليها حدود، مهما كان علاقتي بصديقي ليها حدود. ما ينفعش احكي عن بيتي وعن مراتي، ما ينفعش احكي عن جوزي وعن مميزاته. في حاجات ما ينفعش، وده ديننا اللي بيقول كده وبيلزمنا بكده. وطبعا خليني بقى اقول عن قصة انتشرت قوي قوي قوي، ويمكن هي حديث السوشيال ميديا من امبارح. قصة البلوجر، هما 2 بلوجر، واحدة كانت مخطوبة لواحد، المهم عادي جدا كانت مخطوبة وصاحبتها انتمتها كانت حاضرة الخطوبة دي، وشفنا الصور متداولة والبنت كانت فرحانة جدا جدا بالخطوبة، وكانت عاملة يوم مختلف في خطوبتها وراحة فندق وحجز الفستان وكانت بتتنطط من الفرحة، وخطيبها كمان كان باين انه فرحان بيها. تمام. فجأة لقينا ان البنت اللي كانت حاضرة الفرح ومن ضمن اصحاب العروسة، ومفروض انها مش صاحبة قليلة، دي صاحبة مقربة، الدنيا بتختلف. وفجأة لقينا البنت دي هي اللي بتتخطب لنفس الولد اللي كان مفروض خطيب صاحبتها. طبعا الناس كلها عمالة تشتم على البنت وتلوم البنت العروسة الجديدة وتقول لها انت خطفت رجالة وده لقم فلاحين. وانا زعلانة جدا جدا من اللفظ ده، لان الفلاحين دول على راسنا، وعيب قوي 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 نشبه اي حاجه مش حابينها بلقم الفلاحين. عمالين يجيبوا مقتطفات من افلام معينه ويحطوها ويقولوا للبنت انت ازاي خطفتي، ويصوروا البنت بكادر معين وهي كانت حاضره الفرح ويقولوا لها بصي انت كنت بتنمري، بصي بصيتها هنا ازاي. وطبعا السوشيال ميديا لما بيحط موضوع في دماغه يلا السلام. اختلفنا واتفقنا مع التصرف وحسينا فعلا ان البنت مظلومة او ظالمة. مش دي قصتي ابدا، بس خلينا نعرف او نشوف تفاصيل الحكاية بشكل كامل عشان تفهموا انا بتكلم عن ايه. انا متأكدة ان انتوا عارفين ان الموضوع متداول بقاله ساعات كتيرة على السوشيال ميديا من امبارح تقريبا، وكل الدنيا ملهاش حديث غير البنت الفلانية اللي خطفت عريس صاحبتها. خلونا نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا.
خلينا نبدأ نحكي القصة. سلمى وكاميليا الاتنين بلوجر على المعروفين دلوقتي وبقى ليهم قاعدة جماهيرية كبيرة. كاميليا كانت مخطوبة لشخص، هي مفروض ان كان في الفرح باين قد ايه بينهم حب والحياة لطيفة جدا بينهم. وسلمى كانت حاضرة الفرح وهي صاحبة كاميليا. فجأة بنلاقي المشهد بيتعاكس تماما، وفجأة بنلاقي ان سلمى بعد ما كانت حاضرة الفرح زي ما انتوا شايفين اهو، وحتى الناس محددين، على فكرة مش احنا اللي عملنا كده، الصورة نازلة كده والناس محددين، وهي بتصورهم في الفرح وهي حاضرة الفرح، ومفروض انها بترقص مع العروسة وفرحانة زي ما انتوا شايفين، بترقص مع صاحبتها. سلمى وكاميليا صحاب، فمفروض ان سلمى بترقص مع كاميليا في الفرح ومبسوطين جدا وسعدة جدا جدا وهي سعيدة بصاحبتها. فجأة بنلاقي المشهد بيختلف تماما، وبنعرف ان هما كانوا صحاب بس العلاقة اتوترت في النص وبعد عن بعض، لكن اتقابلوا في العمرة واتصالحوا مع بعض في العمرة وبقى في بينهم علاقة طيبة تاني. وشوية عرفنا ان لا، سلمى شالت كل صور كاميليا من على السوشيال ميديا اللي بتجمعهم تاني، وقفلت كل التفاصيل اللي بينهم والاكونتات اللي بينهم. وبعد كده عرفنا ان هي بتتخطب لنفس الشخص اللي كاميليا مخطوبه له وسابته وهي بقت مخطوبه له. على فكره انا عارفه ان انتوا بالنسبه لكم يعني احنا مالنا بالقصص دي، ما دي يتخطب لدي وده يسيب ده، احنا مالنا. بس انا هنا كام حاجه استوقفتني وعايزه اتكلم فيها. انا ماليش علاقه ابدا ابدا بفكره مين بيحب مين ومين ساب مين ومين خطف من مين. اكيد انا عندي تحفظ بس على فكرة ان الصداقة بتحتم علينا ان احنا نبقى ليها اعتبارات معينة. يعني ما ضاقتش الدنيا بيا فاختار البني ادم اللي كان خاطب صاحبتي، بس ممكن يكون هم عندهم تفاصيل احنا ما نعرفهاش والله اعلم بيها. ما يمكن هو فعلا هي اللي سابته مثلا البنت دي، فلما هي عرفت ان صاحبتها سابته والعلاقه اتقطعت وهو جه تقدم لها فوافقت. ويمكن هو عشان هي سابته فعايز يغيظها فبيقول لها انا خاطب واحده من ضمن اصحابك اللي كانوا حاضرين الفرح. وارد كل شيء. لكن هنا اللي استوقفني، ويا ريت تعرضوا لي اول جزء كده من الفيديو، اللي استوقفني هنا ان البنت معمول لها مفاجأة اللي هي سلمى، وبيتعمل لها خطوبة وهي مفروض ان هي ما تعرفش بالخطوبة دي. اصحابها مغميين عينيها وهي داخلة المكان ده على اساس انه بيتعمل لها عيد ميلاد. هي فاهمة ونازلة من بيتها وقايلة لماما وبابا زي ما انتوا شايفين كده، ده انا معمول لي عيد ميلاد واصحابي عاملين لي مفاجأة وعاملين لي عيد ميلاد. إذ فجأة بيخلعوا لها اللي فوق عينيها بتلاقي نفسها بتتخطب وبتندهش زي ما انتوا شايفين وهو داخل لها بالحصان الابيض. يمكن لقطة غريبة، لقطة كانت لازم تخلي الفرح يتكلموا عنه ناس كتير، وهو قال لها انا وعدتك بده وهوعدك ان انا هعمل لك خطوبة الناس هتتكلم عنها، وحقيقي الناس بقت تتكلم. بس هنا الناس ما بقتش تتكلم عن دخلتك بالحصان الابيض، هنا الناس بقت تتكلم اولا على الصديقة اللي كانت ليها صديقة قريبة منها جدا وراحت سابت كل رجالة العالم واتخطبت لنفس الشخص اللي كان خاطب صاحبتها. بس ده ما يهمنيش، ده نصيب في الاول وفي الاخر. انا بس اللي عايزة اسأله فين اهل سلمى؟ هو ليه احنا وصلنا دلوقتي ان ممكن حد يبقى عامل خطوبته ويتفاجئ زي ما انتوا شايفين وبترقص وبيلفها وبتلف وبيرقصوا مع بعض وهزار واصحابهم فرحانين بيهم وبيصوروها بالموبايل؟ طب فين ابوك يا سلمى؟ فين امك؟ ازاي مناسبة زي دي حتى لو انت اتفاجئتي كمفاجأة يبقى ابوكي وامك مش موجودين فيها؟ ما اللي عايز يعمل لك مفاجأة مفروض ان هو بيكملها
فبيروح يقول لابوكي وامك وطالبينك، بس احنا على فكره مش هنقول لها، فانتوا هتحضروا اليوم ده من غير ما هي تعرف، هتتفاجئ بوجودكم. ممكن دي افهمها، لكن مش قادره افهم ازاي ان ده حصل. هي على فكره قالت ان هم قروا فاتحه في البيت، بس حتى لو قروا فاتحه في البيت ازاي بيحصل مناسبه زي دي والاهل مش موجودين؟ ده بالنسبه لي على فكره كان علامه استفهام، لان حتى لو قروا فاتحه في البيت فطبيعي ان احنا بنفرح مع اهالينا بالتفاصيل، وبنعمل اي حاجه فيها فرحه مع اهلي، بفرح معاهم. تاني حاجة بقى، الناس اللي مسكتهم على السوشيال ميديا مين خطف مين. انا برضو عايزة اقول للناس، احنا ليه بقى هو ده اللي بيشغلنا، وبقى هو ده اللي شاغل اهتماماتنا، ايا كان مين خطف مين ومين اتجوز مين. والغريب هنا برضو ان محدش يتكلم عن الولد، يعني كلنا ماسكين البنتين بنجلد فيهم، ان كانت اللي اتخطبت الاول او اللي اتخطبت التاني، ايا كان مين فيهم اللي خد من مين. طب الولد ده محدش ليه قال انه ممكن هو يكون قاصد كل اللي بيحصل ده؟ محدش ليه قال ان هو ممكن يكون قاصد اصلا يخطب واحده صاحبتها عشان يغز الاولى اللي سابته او هو سابها؟ محدش ليه قال هو مين الولد اللي عليه كل الكلام ده، بيشتغل ايه، شغلانتك ايه يا فندم، لدرجة ان انت البنات بتقطع بعضها عليك؟ بتشتغل ايه؟ يعني ايه اللي بتعمله في حياتك؟ ايه دورك؟ انا في فضولي بجد بجد خلاني عايزه اسال السؤال ده، انت بتعمل ايه في حياتك خلى لما تسيب دي تروح لدي، ودي تفرح قوي وتنهار من الفرحه بالطريقه دي، وانت تجيلها على الحصان الابيض وتبقى مبسوطه وهي مبسوط؟ يعني ده كله جاي منين؟ ده كله جاي منين وسببه ايه؟ وعايزين نعرف الولد ده شغلانته ايه وبيعمل ايه عشان البنات تتهافت عليه قوي كده ويقطعوا بعض. وفي الاخر عايزه اقول مفيش اهم ولا احلى من علاقه الاصدقاء على فكره، دي علاقة قوية جدا. اللي بتخسر صاحبتها عشان واحد، او اللي بيخسر صاحبه عشان واحدة، انتوا بني ادمين بتبقوا عندكم قصر نظر. يعني العلاقة الاقوى والاهم علاقة الصديق بصديقه، مش ان انت تروح تبقى خلصت كل بنات الارض وتاخد الخطيئة صاحبك كان خطيبها او العكس. ما يصحش، في اصول وما ينفعش، ولازم نلتزم بالاصول دي، ولازم الناس شويه تبعد عن السوشيال ميديا اللي دمر لكم حياتكم، اللي خلاكم طول الوقت بتتكلموا بطريقه صعبه جدا. انا النهارده بس كنت حابه الفت نظركم للقصه دي لانها ليها علاقه بموضوع الحلقه بتاعي، وهي خيانه الاصدقاء. لان ناس شايفين ان البنت دي لئيمه وسوسه وخاينه وخطفت خطيب صاحبتها وده لقم فظيع، وازاي كنت حاضره الفرح وانت من وراهم بتدبري لده، وكلام كتير ما نعلمش عنه اي شيء، وربنا وحده اللي اعلم بمين الظالم ومين المظلوم. ويمكن مفيش حد ظالم والقصص مشيت طبيعي ونصيب في الاول وفي الاخر، لكن كنت مستغربة ان حد عمل فرح من غير وجود ابوه وامه، قدر يفرح من غير وجودهم. وده شيء انا لفت نظري وحبيت اتكلم فيه، ويمكن ده كان برضو لكومنتات ناس كتير اللي استغربت، طب انتي بتتفاجئي فين باباكي ومامتك، وازاي بقينا نستثناهم قوي كده وما يبقوش موجودين في فرحة زي دي، ويوم مفروض انه مهم في حياة اي بنت واي ولد. عشان كده النهاردة موضوعنا كله احكوا لنا تجاربكم عن ندالة الاصحاب، او مش هنقول ندالة بس، لو ليكي صاحبة او صاحب، ليك صاحب عمل موقف حلو، ايه رأيكم ما نحكي التجارب الإيجابية والسلبية؟ والأرقام قدامكم، وخلوني اخد أول تليفون وأقول ألو. ألو، معانا تليفون. ايوه مدام مروه. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي أنا سامعاكي.
والله انا بصي انا مؤجرة. انت ايه؟ انا مؤجرة قاعدة بالايجار. تمام. فجنب مني جارتي تحت مني، فبص كنت عاملاها اكتر من الاخرى، انا ماليش اخوات بنات، فهي اكتر من اختي. امم. ماشي. فالمهم كنت شغالة في حضانة، جت دخلت الحضانة وعملت مشكلة، بتطيرتني من شغلي. طيرتك من شغلك؟ اه. يعني انت اللي جبتيها الشغلانه وفي الاخر هي طيرتك منها؟ لا انا هي كانت بتيجي عندي عادي، يعني تيجي تقعد معايا شويه اه. او كده بس. امم. ماشي. فالمهم جت تسمع الكلام كده، راحت قالت لي جوزي كلام ما حصلش وكدبت عليه كلام كتير قوي. امم. فانا بكلم حضرتك دلوقتي ان مفيش واحده تامن لواحده مهما كان، لو تقول لها ان هي صاحبتك او وانت اختك اتاكدتي او. من ده؟ يعني مش مجرد شك؟ لا اتاكدت، ولما جيت واجهتها قالت لي انا غيرت منك، انا بغير منك. قالتها لك كده مباشره؟ مباشرة قدام جوزي كان قاعد. امم. والله انا معايا ولد وبنت. بتمنى من ربنا ان هم يخلوهم لي. كانت بتوطي على رجليا تبوس عشان ما اقولش لجوزها. طب قولي لي، قالت لجوزك ايه عنك؟ يعني ألفت عليكي كلام مش حقيقي، ولا اه. خد ولا كان في جزء بصي، من الحقيقة؟ لا كانت في انا حضنت عادي، حضانه جوه كده وجنب منه فرن عيش عادي. اه. مش فبعد الساعه، يعني فرن عيش بيفتح من الساعه من بالليل لحد الساعه ايه، اخره 9 اه. عندنا. فالمهم هي راحت قالت ايه بقى، انا قعدت على مرجحه جوه مش في بره بتاعت الاطفال. فراحت قالت لجوزي تمرتك قاعده على المرجحه ورجلها باينه وبتعمل جمعيات وتودي لاهلها وبتبص بتودي كل حاجه لاهلها. اه. يعني وانتي كنت مأمناها على الأسرار دي، ولا ده تأليف من دماغها؟ لا ده تأليف من دماغها، انا عمري في حياتي اه. ما عملت جمعيات من ورا جوزي او عملت حاجه. امم. مش ومشيتك من الشغل ازاي؟ قالت عليكي ايه؟ لا، اما بتوع الشغل لما حصلت مشاكل ما بيني وبين جوزي حلف عليا ما انا رايحه. اه. فبتوع الشغل لحد دلوقتي كانوا بيتحايلوا عليا ان انا ارجع شغل تاني. امم. بس انا جوزي حلف عليا ان انا ما رايحه الشغل تاني. وقطعتي علاقتك بيها طبعا؟ بص هي جات لي من قيمه 3 ايام، فقالت لي انا بتقطع من جوايا و... وعارفه ان انت، قلت لها طب انت عملت فيا كده ليه؟ انا عملت فيكي ايه؟ قولي لي انا عملت فيكي ايه وحش عشان تعملي فيا كده؟ قالت لي ايه بقى، اصل انا بغير منك. قلت لها انت بتغيري مني ليه؟ طب انت عندك بيتك، يوم ما تطلعي من البيت ده هتروحي تقعدي في بيتك. انا ما عنديش بيت، انا بنقل من بيت لبيت بالايجار، وجوزي راجل على قد حاله، فانا طالعه اشتغل عشان اساعده، اساعد في الايجار وفي العيشه اللي احنا فيها. فقالت لك انا بغير منك؟ قالت لي انا بغير منك. قلت لها ليه؟ انت في الحلاوه انت احلى مني، وفي ظروفك الماديه انت احلى مني بكتير قوي. قالت لي لا اصل انا بغير منك، انت عقلك كبير، على ان هي اكبر مني في السن. قالت لي اصل انا بغير منك، انت عقلك كبير عني وبتعرفي تفكري طب وبتعرفي تجيبي. انت غلطتي مثلا؟ كنت بتحكي لها حاجات ما ينفعش تتحكي؟ كنت اه. بتفضفضي زياده عن اللزوم؟ اه. اه. انا كنت بحكي حاجات كتير قوي. ماشي. يعني ايه، انا ماليش اخوات بنات، فانا كنت محتبراها ايه، اختي. حتى لو مشكله بيني وبين جوزي، يعني بقول ممكن هي تكون الكبيره عارفه ما بيني بدل ما احكي لحد تاني، لا كنت بحكي لها. فالحكام كله لقيته عند جوزي. فقدتي ثقتك خلاص في الناس بقى؟ لا ما عادش بصراحه اثق في اي واحده بصراحه. يعني بقول لك سوا مش زي بعضها، بس لا بعد الموقف اللي هي عملته فيا ودخلت عليا وانا تعبانه، كانت خالص داخله لي جلطه لما اتخانقت انا وجوزي وحلف عليا وكده. راحت قالت لجوزي، رنت على جوزي وقالت له انت بتتدلع.
لا حول ولا قوة الا. يعني هي فضلت مكملة في نفس الشر حتى بعد ما انتي اتخانقتي وتعبتي ودخلتي المستشفى؟ اه، كانت مكمله. فانا ما عرفتش الا من قيمه 3 ايام. انا عارفه ان هي جوزي جه بعدها قال لي هي، فانا اتجنبتها شهرين 3. امم. صباح الخير صباح النور وخلاص، كل واحد في حاله. فجت بعد كده لما حصلت مشكله تانية، فجت لقيتها بتقول لي ايه، على فكره انا اللي عملت فيكي ده كله. قلت لها ليه؟ انا عملت فيكي ايه وحش عشان تعملي فيا ده كله؟ طيب دلوقتي في علاقة ولا اتقطعت؟ لا، هي بتقول لي انا عايزه علاقه تاني. قلت لها لا، ولا ليكي دعوه بيا ولا ليكي دعوه بعيالي ولا ليكي دعوه بجوزي. صباح الخير صباح النور، ومش عايزه منك حاجه تاني. عندك سؤال عايزة تقوليه؟ فانا بقول للناس ان اي واحده ما تثقش في اي واحده اللي هتخرب بيتها، ما توثقش فيها. لان بجد انا جربت التجربه دي جامده قوي وتعبتني جامد قوي. طبعا اكيد تعبتك طبعا، والحمد لله ان ربنا كشف لك الحقيقة. بصوا يا جماعة، انا مش عايزة برضو ان احنا نخلي الناس تفقد ثقتها ببعض، لان احنا مش عايشين في غابة. يعني احنا اكيد عايشين في دنيا وده بيخلينا نتعامل مع البشر. هو بس ازاي نبقى عندنا حكمة في التعامل، هو ده القصة كلها، مربط الفرس هنا. انا ممكن يبقى